من اعلى حته في مصر بقول باعلى صوتي: يا مصر لازم نتغير. يا مصر يا اللي فينا الاسير، اللي مستسلم للفقر للجهل للمرض، اطلع للنور، اتعلم، اتغير، اصبر. من هنا بقول لبلدي من اعلى مكان في مصر، ده رمز للصمود وللتحدي. من هنا 187 متر من برج القاهره بحييكم. ابدا اول حلقات برنامج الاسير. البرنامج ده بقى لنا 7 شهور بنصور. رحنا الهند، رحنا الصين، رحنا هونج كونج، رحنا تايلاند، رحنا هولندا، مش نتفسح، نشوف النماذج اللي احنا محتاجينها. اقول لبلدي لكل مسؤول في مصر، والمسؤول عندي يعني مش الوزير ولا رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهوريه، يعني رئيس المدينه، رئيس الوحده المحليه، نتعاون مع بعض، نقضي على الروتين، على الجهل، على الفقر، على المرض. لكل واحد حاسس ان هو فقير مش في ايده حاجه، اطلع واتحرر، خلي عندك حلم، اتغير معانا، هنديك الامل. خلي الامل في ربنا كبير، وابدا معانا رحلتنا 30 يوم. هنتغير، ده شعارنا. هنتغير ونشوف الناس بره وجوه. هنشوف هنا بعض الحكايات من بعض البيوت اللي موجوده هنا. البيبان مقفول عليها اسرار، هتشوف اللي محبوس واللي مربوط، حاجات هتشوفوها لاول مره. كل ده عشان حاجه واحده بس: لازم نتغير. اهلا بيكم اول حلقه من برنامج الاسير، ويا رب ربنا يوفقنا اللي احنا نتعاون معاكم وتعاونوا معانا، اللي احنا فعلا لازم نتغير. اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم. بنعيش معاكم من نيو دلهي القديمه. نيو دلهي بالهند. احييكم واقدم لكم اجمل فقره من الهند اللي تعدادها مليار 250 مليون. من الهند الصديقه الجميله، من الهند اللي كان فيه علاقات، ونفتكر اتفاقيه دول عدم الانحياز، نفتكر الزعيم العظيم غاندي وكان رايح على لندن عشان يتفق لاستقلال بلده. شاعرنا الراحل الكبير احمد شوقي عمل قصيده جميله من الشعب المصري لغاندي. من نيو دلهي احييكم واكمل معاكم فقرات البرنامج. من نيو دلهي القديمه، الحاجات اللي شبهنا والتنجيد الحلو والناس الطيبه الجميله، بنعيش ونشوف الناس البسيطه ازاي بيعملوا احدث صناعات في العالم، وخصوصا صناعات الهاي تك. اللب السوداني زي بتاعنا اهو 20 रुपीस की 100 ग्राम। रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल. مش عارف لقيت حاجه هنا. What this mango? this like juice. دي بتحط فيها شاليمو كده وتبقى زي العصير يعني.